مشتريات جبتها للبيت، هل هي مفيدة ولا في شنك؟ خليكم معايا. ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة. دي مشتريات انا اشتريتها اونلاين. اول حاجة الصغيرة دي، صغيرة لكن جبارة. هي بلاستيكة ما فيهاش اي حاجة، حتى الخامة اقل من العادي صراحة، لكن عملية جدا. انا بصراحة يعني فادتني في المطبخ ان انا اعلقها كده على اي كابينت، واعلق فيها الكيس واحط فيها اي قشر خضار، اي حاجة، اي يعني ربش انت هترميها. بجد انا شايفاها مفيدة جدا ورخيصة جدا جدا. دي تمنها 1 باوند 5 جنيه ونص، فانا شايفة دي عملية جدا. هنحط العملي الناحية دي. خليكم معايا. عايزه اقول لكم ان البتاعه دي بجد مفيده جدا جدا لابعد الحدود، بس انا عشان جبت نوعيه رخيصه، انا معرفش في نوعيه اغلى من كده وجامده يعني، فانا عندي للاسف اتكسرت مني بعد 3 ايام. بس هي بجد مفيده جدا جدا. يعني انتوا لو تقدروا تجيبوا كواليتي حلو جدا على طول ما تتاخروش، هاتوها هتنفعكم جدا في المطبخ. بدل ما انا رايحه جايه ارمي في باسكت الزباله، لا دي اشيلها كده بسهوله جدا وارميها في الزباله. تاني حاجه جهاز تقطيع الخضار ده، انا معرفش اذا كان هو كويس ولا لا، بس انا هجرب معاكم دلوقتي. زي ما انتم شايفين هو شكله سهل جدا جدا، مفيهوش اي حاجه، عباره عن سكينتين متركبين فوق بعض وبس انك تلف كده. هو بيعلق بس معرفش لما اجي اعمله ايه الوضع، هنشوف. خلينا نشوف. هنا فكت، انا معرفش هل يعني انا خربت ولا ايه، بس هنا فكت بسهوله جدا. خليني احاول اركبهم واشغلهم. هركبها وارجع لكم. زي ما انتم شايفين بتلف كده. انا المفروض اجيب بصل اخضر، بس انا عايزه اعرف هي دي بس للبصل الاخضر، فما كانش عندي فجبت كرفس. بصراحه انا كنت محتاره احط الخضار فين، وانا عايزه اعرف هل دي بالفعل بس للبصل الاخضر. لو تقطيع البصلايه الخضراء الواحده او 2 فعلى ايدي وبالسكينه اسهل لي بكتير من اني اجيب جهاز واقعد احط فيه وافتح واغسله في الاخر. فانا بس قلت خلينا نجرب مش مشكله. بصراحه يعني انا معرفش انا لو حطيت الخضار هقفل ازاي الغطا، ولو قطعت الخضار طب انا جايبها ليه؟ يعني حسيت ان هي مش عمليه صراحه ابدا 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 يعني. فانا قلت يعني خلينا نجرب، وقعدت احاول اكتر من مرة ان انا اعملها، وبالفعل خيبت ظني خالص خالص. يعني انا بصراحة انا ما انصحكوش فيها. هي ايجابيتها الوحيدة ان هي بدون بطاريات، بس كده يدوية. شايفين هنا حسيت ان هي بتعصر الكرفس، مش بتنزله حتت، لا يعني بينزل مفروم. يعني معرفش قد يكون مناسب لبعض الناس، لكن غير عملية بالمرة. لا انا اقطعها على ايدي اسهل لي بكتير. وعشان هي ضعيفة جدا جدا شوفوا اتكسرت. هي لو كانت خامتها حلوة كانت حاساها هتبقى كويسة، بس انا حاسة يعني عشان بصل اخضر اجيب مكنة فمش مستاهلة، فدي لا. الخامة اللي غير مرغوب فيها، دي الخامة اللي مرغوب فيها. انا اشتريت الكفر ده اونلاين. الكفر ده عشان يغطي ازاز العربيه اللي قدام عشان التلج. احنا بحكم البلد هنا فيها تلج كتير، وساعات بيكون صعب جدا نقعد نحك في التلج بقى والاولاد وقت المدارس. فانا شفت اسلم حل ان احنا نغطي الازازه اللي قدام دي بحيث نشيلها بسهوله. بس انا لما جبته صراحه لقيت الخامه بتاعته شايفين يعني ورقة ضعيف جدا، يعني الكواليتي بتاعه غير يعني مش كويس ابدا. هو حجمه حلو لكن الخامة سيئة جدا جدا. فده برضو هيرجع للأسف لان خامته وحشة جدا. حسيته كيس عادي، فده برضو هيرجع. عندي هدوم كتير جدا بس بتبقى موبرة، واوقات بكون جايبه هدوم غاليه لكن لما بتوبر بيكون شكلها حلو وبيكون مستحرمه ان انا ارميها. فلقيت جهاز الوبر ده
ازالة الوبر اونلاين لينت ريموفر. تعالى نشوف هو شكله بالبطاريات. انا معرفش من ايه. لازم اركب بطاريات، خليكم معايا. جبت هنا بطاريتين، ومعنى ان هو بياخد بطاريات فدي في حد ذاتها يعني انا افضل الشاحن صراحة. خليكم معايا، خلينا نشوف. عايزه اقول لكم ان انا انبهرت من النتيجه بجد، حتى باين على وشي. يعني بجد ما كنتش متخيله ان الجهاز الخفيف الصغير ده يقدر يشيل الوبر من الهدوم. ده جاكيت انا كنت جايباه غالي جدا، لكن استحرمت ارميه صراحه. فلما لقيت دي جربت. شايفين هنا، معرفش انتوا شايفين ولا لا، الوبر هنا اهي جوه. بس خلينا نجرب تاني. الجهاز تحفة بجد، عجبني جدا ومفيد، هتستخدميه في كل الهدوم، وخصوصا الهدوم الصوف اللي فيها وبر كتير. بجد تحفة جدا ورخيص. عاوزة اقول لكم ان وانتوا بتستخدموا جهاز ازالة الوبرة لازم تاخدوا بالكم، لانه بيعض الهدوم، يعني ممكن يقطع الهدوم او يشد خيط. يعني ما تدوسوش زي ما انا عملت كده، لا من بره ومشي بسرعة. يعني خلاص، يعني شايفين شايل الحتة التخينة. تعالوا نجرب هنا. شايفين انا شايفه الجهاز ده صغير ومش غالي، رخيص خالص، وفي نفس الوقت يعني ناجح بنسبه 85-90%. انا بصراحه عجبني جدا. بس خدوا بالكم ما تضغطوش، لانه ساعات بياكل يعني يمسك في الهدوم. بس من على الوش حاولوا تشيلوا الوبر ده. شايفين فجهاز ازالة الوبر للهدوم حلو جدا، واستخداماته سهلة جدا وبسيط معانا. عشان تشوفوا مشتريات جديدة وتجارب جديدة وايه المفيد وايه اللي غير مفيد، تابعوني واعملوا لي لايك وشير واشتركوا في القناة. سلام.